انا شايف ان سياده المستشار تركي آل الشيخ الفتره الاخيره ديت مهتم بمصارعه المحترفين قوي قوي قوي. فعشان كده لما قرر يعمل ماتش الاهلي والزمالك جاب لنا الرجل الاخضر يحكم المباراه. يلا نتابع الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي، اشترك في القناه، فعل الجرس، وطبعا شايفين شعار اونير منور الفيديو. بدايه كده النهارده ماتش الزمالك والاهلي، وربنا يستر. اول مره في حياتي، لاول مره في حياتي فعلا، كسبنا خسرنا اتعادلنا، مع ان مفيش تعادل مش هبقى زعلان. ليه؟ زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع امبارح، انا فعلا مجلس الاداره بسنده قلبا وقالبا. الناس دي عملت كل حاجه صح، باقي توفيق ربنا والجهاز الفني اللي انا خايف منه. في بدايتنا طبعا هنتكلم عن ماتش الاهلي والزمالك، بس هنقول ايه لسياده المستشار. يا سياده المستشار، يعني انت دقت بيك الدنيا كلها عشان تجيب لي الحكم ده؟ اعتقد ده ما بيديش انذار، ده بيدي شلاليت. اصل ده ما حدش هيفتح بقه معاه. مين اللي هيقول له دي مش انذار؟ ده لو لعيب جاب جول من نص الملعب وحسبها اوف سايد، سكتم بوكتم هيقول يا عم باشا اللي انت تحسبه يا باشا تحت امرك يا عم الحاج. ده راجل بسم الله ما شاء الله عضله ايده قد وركي. فانا بصراحه انا كمشجع هبقى قاعد بتفرج وانا خايف لا يطلع يضربني من التلفزيون. فربنا يستر والحكم يمسك اعصابه وما يفتريش على اللعيبه. ندخل بقى في المباراه على طول، وعايز اقول لكم ان النهارده ماتش المدرب. انا ان شاء الله اتمنى فوز نادي الزمالك. بس بص يا عم مميز، انا من وجهه نظري التي لها قيمه، انا شايف ان هي لها قيمه. بعد اذنك سيبك من اللي قاعدين جنبك، فكر بدماغك. ماتش نادي الزمالك النهارده مع الاهلي يتلعب بده. انت جايب صفقات محترمه، صفقات صفقات عليها ضجيج وفيها لعيبه محترمه. سيبك من الرؤى خالص، اسمع مني. عايز تكسب الماتش دوت هتلعب 4 ورا، وبتلعب بمحمد عواد وسيبك من محمد صبحي. محمد عواد اهم. محمد عواد عنده فكر وعنده، مع ان محمد صبحي كويس والله، بس انا شايف ان محمد عواد احلى بكتير في الماتشات زي دي، خبره. واخر ماتش محمد صبحي وقف بصراحه، شلنا فيه 4 وكان الموضوع مش لذيذ. بس انا شايف نقطه مهمه جدا، عايز تكسب الماتش دوت النهارده في حاجتين كده هقولهم لك. نادي الاهلي بيبدا الماتش ضاغط من قدام جامد جدا. انت لو قدرت تطلع بالكوره بكل سهوله وبكل مرونه والله هتكسب الاهلي. تاني حاجه السكند بول، لو اخدت السكند بول من الاهلي او من الزمالك، يعني مثلا في كورنر للاهلي والكوره اتلعبت ومدافع مدافع الزمالك طلع الكوره والسكند بول بقى بتاعتنا، خلاص هنبني هجمه وتبقى الكلام جميل جدا. لو بقى كورنر لينا ومدافع الاهلي برضه طلعها وانت عملت السكند بول يا معلم، وبالذات عبد الله السعيد، الموضوع هيبقى لذيذ جدا جدا جدا. فانت عشان تكسب النادي الاهلي والله العظيم حاجتين اعملهم: اطلع بالكوره من تحت بالراحه واوصل بالراحه والعب بهدوء وركز، هتكسب الماتش بكل سهوله. وقلت لك حاجه ثانيه السكند بول. والحاجه الثالثه والمهمه بقى، سيبك من الرؤى خالص. هنحط في النص دونجا ومعايا عبد الله السعيد وناصر ماهر. بص ركز في الصفقات الجديده، خلي الصفقات الجديده تركز جوه الملعب، خلي الصفقات الجديده تعمل شغل، تعمل شو يعني تولع الملعب بقى. ناصر ماهر عطشان كوره، عايز يوريهم انا جامد. احنا عارفين ان هو اهلاوي وتمام التمام، بس هو هيلعب بكره ماتش عالمي زي ما امام عاشور بكره هيلعب ماتش عالمي قدامنا. انا اللي بقول لك اهو. فانت يا عم جوميز اسمع مني، اسمع مني والله العظيم هنكسب لو عملنا كده. الكوره تطلع من تحت. عندك مثال الاهلي بينزل فارد سيطرته على كل الفرق وبيخش ضاغط وياخد الكوره وفي خلال 7 8 ثواني يكون واخد الكوره ويقوم عامل هجمه ويجيب جول. ماشي، حب يعمل كده مع مين؟ مع صن داونز. ما كانش معاه. صن داونز يا باشا في اول ماتش كسبانه 5 وكان نجم المباراه محمد الشناوي. ليه؟ عشان الفرقه دي هاديه جدا، بتطلع الكوره من تحت بالراحه. مهما الاهلي يضغط بيضغط ب4 ب5 ب6 ب7، هم عندهم لعيبه حريفه ومتزنه وهاديين جدا، ويطلع الكوره بالراحه وهوبا لمسه والثانيه بقى هم والجول ويجيب جول. ماتش 5 الاخير جابوا الجول الاولاني، الاهلي اتعادل قاموا راسعينه جولين تانيين، الاهلي قام جايب الثاني قاموا راسعينه جولين. اللي هم ماشيين، هم اللي ماشيين الماتش بمزاجهم، هجيب جول هجيب جولين، هجيب جول هجيب جولين. هي فكره موجوده والله، بس انا مش فاهم مفيش مدرب بياخد باله منها ليه. الاهلي بيخش ضاغط، بيخش ضاغط ويخش يعافر، يقوم داخل تك تك بالراحه. يعني انت عندك ماتش السوبر اللي فات بتاعنا بتاع كابتن فريرا، البروفيسور فريرا، ايه اللي حصل؟ الاهلي ضغط على الوردي يا عيني لخبطه هوبا اتاخدت اتحط بجول، ضاع الماتش مننا. يعني هي الموضوع موضوع اخطاء فرديه بسيطه، لو احنا حليناها الموضوع انتهى. فانت يا باشا اهو تاني هقول لك الروشته الاخيره قبل الماتش، وايا كانت النتيجه انا مش زعلان. ماشي، هنلعب 4-3-3.
في النص عندك دونجا، لان هو ده اللي هيكسبك خط النص بتاعك، دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر. سهله. نحاول نستحوذ على السكند بول ايا كانت الكوره، كوره هجمه لينا، الكوره مدافع الاهلي طلعها يبقى السكند بول بتاعنا، الكوره هجمه علينا مدافع الزمالك طلعها السكند بول بتاعنا. ومش عايزين تاليف ومش عايزين خوف، لو انت لعبت صح والله هتكسب. اعمل الصح وتغلب يا عم، يعني اعمل الصح واعمل اللي عليك وتغلب. ما انت ممكن تبقى ضاغطهم 90 دقيقه بس لاعب الصح، وهم يشوطوا الكوره تيجي في قفا لعيب او تيجي في قفا مدافع وتخش جون فينا وهم يكسبوا الماتش، بس في الاخر التقييم بتاعك ايه؟ انت تبقى مدرب 10 على 10. اعمل الصح يا معلم، لو عملت الصح والله هتكسب. عموما انا متفائل وحاسس ان شاء الله الزمالك هيكسب وربنا يكرم ونقول بقى فعلا اقطم بتاعت اعلان اونيرو، نقولها بقى بجد ان شيكابالا يقطم يقوم حاطط الجون بتاعه، وزيزو طبعا يحط لنا جون حلو ويخلص الماتش مثلا 3-1 ولا 4-1 ونروق عليهم. عموما يا زملكاوي يا جميل، تفائل وان شاء الله النهارده خير. ايا كانت النتيجه زي ما قلت هعيد الكلام ده 100 مره، ايا كانت النتيجه انا داعم اللعيبه والجهاز الفني والاداره. خلاص ان شاء الله نكسب، بس انت قول يا رب. اشترك بقى في القناه، فعل الجرس وتابعني، وان شاء الله بعد الماتش اعمل لك فيديو الفرح. السلام عليكم.